9 مساء بتوقيت جرينتش والذهب فتح عند 4831 دولار للأونصة، نزل ل 4772 وارتد من ال 4772 إلى 4928 في صعود 156 دولار، صعود تاريخي في يوم واحد. خلاص مفيش ثقة، ولا في ثقة في ترامب، ولا في ثقة في استقلالية الفيدرالي الأمريكي، ولا أوروبا واثقة في تصريحات ترامب امبارح فيما يخص جرينلاند، وفيما يخص ان هو خلاص هيوقف الحرب التجاريه وهيوقف الرسوم الجمركيه اللي كان اعلن عنها من يوم 1 فبراير ال 10%. زعماء الاتحاد الاوروبي بقالهم ساعتين تقريبا مجتمعين في بروكسل عشان يبتدوا يراجعوا سياستهم مع امريكا، وقالوا ان ترامب مش ملتزم بكلامه وبيتبع سياسه الاستقواء، على طول بيستقوا عليهم. وعلشان كده بعد ما كنا نزلنا او الذهب هدى شويه، وانا قلت في الفيديو الاخير كان عنوانه العاصفه بدأت، لان خلاص الاتحاد الاوروبي اعلن عن اجتماع طارئ لبحث سياسات ترامب والعلاقه المستقبليه وتقييم العلاقات ما بين اوروبا وما بين امريكا. ممكن بقى المره دي اوروبا اللي تبتدي تهاجم وتتمسك بال 93 مليار دولار رسوم جمركيه على المنتجات الامريكيه. من اول لما ترامب مسك بقاله سنه هو اللي بيهاجم. يمكن المره دي ويقال في اروقه الاتحاد الاوروبي ان ممكن الاتحاد الاوروبي المره دي هو اللي يهاجم ويبتدي يحط رسوم جمركيه احترازيه على المنتجات الامريكيه. هحدث على مدار الساعات القادمه.